الصحراء تكلم فيها، قلت لي الملف مطوي صافي خرج عليه. ما بقاوش تجونا حنا بهذه الخطابات الغوغائيه ديال واحد عبد جاي باغي يتكلم مع الاسياد ويناقشهم في مواضيع كبيره. الاخ خالد رحم الله عبدا عرف قدر نفسه وجلس دونه، فهمتني؟ ما بقاش تجونا بالخطاب ملف مطوي. ملف مطوي صافي ساليناه، هي ملف مطوي نعرفوا، ما تكونش لا مينورسو لا متحده لا كذا، باش تكذب على روحك انت سير كذب على راسك انت بعيد، فهمتني؟ ملف مطوي صافي طويتو سد فمك صافي، قبل هذيك الاراضي المحرره حوزها عندك انت، ترد لا مينورسو وما تكونش مفاوضات وما يكونش مبعوث شخصي، ويتجرأ المغرب يقول ما نستقبل حتى مبعوث شخصي. باش تجيب تبيع الوهم ديالك انت، خطاب ديال الحلقه ديال جامع الفناء وتجيبوا لي انا هنايا في نقاش اكاديمي في حوار كنا نشنفوا اذاننا ونسمعوا، غادي نبقى نسمعوا الحلقه ديال جامع الفناء الملف المطوي كذا. انا قلت لك السيد اللي هو الحسن الثاني يعني هو اللي اعاد فتح الملف، هو اللي قال الملف المطوي طويناه. انت جايني هنا في 2024 تقول لي ملف مطوي، واش هذا وجهك ولا كفاك؟ الخايب احتفل معاوده صح ومخرج عينيك مزيان يعني. لا بدا كيقول لك ملف مطوي صافي طويناه صافي سالينا. عندك موضوع تتكلم فيه خارج عن الجزائر تكلم، ما عندك صافي ما عندنا ما نديرو، ما عندكم والو. لقيت حتى شي مغربي عنده لو نيفو باش يتكلم ابدا، لا في التاريخ ولا في القانون الدولي ولا في كذا. انت دابا مليار بهذا السقوط ديالك الحمقى اللي عندنا من حمقى الحيوان في اللغه، غتناقش معايا اكاديميا دابا حاليا، غتناقش معايا اكاديميا. قول لي يا ميارة، وانت تسلطتي في الحوار، انت تسلطتي في الحوار حاليا دويتي ساعه منك سمعتي. شوف انا كاع لا ننزل من عليا هي باش نناقش معاك انت. تماما انا صحراوي وعندي ثقافتي وعندي وعي، وانت مروكي في اخر المطاف. انت لا تجيد واش كتجيد العبوديه والركوع والخضوع والخضوع وتقبيل الايادي والارض. هذا نقاش اكاديمي، انا ماشي نقاش اكاديمي، هذا نقاش اكاديمي. لاني انا لما نتكلم عن جمهور تربوري امير المؤمنين الملكي والنخبه السياسيه كنسمع بان هناك راعيه عبيد طلع على السطح ولا هبطوها لا طيحوا حتى مشكله على بالك والله. الاستاذ ميارة والله لا مشكله اللي راني لاحظ فيها، اللي يقلك تناقشه باش تنجم تناقشه، اللي تضرب معاه نص ساعه وانت تناقش فيه باش تدخله معك في النقاش. هذا هو المشكل. لو كان هذاك الوقت اللي راه ضيع الوقت كون داير مداخله. الله يطول عمرك. انا امبارح غايه مهم جدا فتحتوا لنا مواضيع الاخ سيكستاكو وهما كيخسروا علينا. ثانيا الهده ديالو لا انت حوار انت محايد انت كذا، ومرو كتجيني الخطاب ديال العبيد وديال الحس الكابو. الحس كابو عندي هنا لا خليك محايد. لا انا ماشي محايد، ما عمري غادي نكون محايد، فهمتني؟ غادي منحاز للحق منحاز للحق. الجزائري ما طلبش منه يكون محايد، الجزائري منحاز للحق، والصحراوي ما طلبش مني على انني نعود محايد، منحاز للحق. بالتالي ما يمكن ان نشوف الباطل يعني بكل اركانه متجسد فيك انت، ونشوف واحد ثاني ما عرف فيه مور الخير والاحسان. بالنسبه لي كجزائري جامي شفت جزائري يمثل نوع من الدناءه ولا الركوع ولا الخضوع ولا التقبيل. يا استاذ هادو حافظين كلمه سالينا، فهمت؟ بكل صراحه. السلام عليكم يا جماعه. لما تشوف يعني انه لما تشوف خرجوا لهم مثل هذاك الشيخ ضيف الله في القصر الملكي نتاعهم اللي قال لهم بفضل جلاله الملك نزعنا الملف من اللجنه الرابعه. تفهم كلش، تفهم باللي هادو كما يقول الاخ حمدي هادو الكليخ والقرابز ما عندهم حتى مستوى. كليخ وقرابز هادو يا الاخ ميارة. القضيه الصحراويه هي اكبر من ان يطلع بها قربوز كما هذا يتكلم عليها اصلا. فهمت؟ انا راح نرجع شويه للموضوع هذا، الموضوع اللي تكلمت عليه اليوم، وبما يخص التخبط للعائله الملكيه. التخبط المخزن اليوم هذه اكبر ظاهره، انه يتخبط، انه يستعمل هذه الطريقه ويخرج على كل القوانين الدوليه وعلى كل القوانين يعني للدول الراقيه، انه يتهجم على القنصليه الجزائريه. انا اظن انه ما نقدرش انا نتكلم باسم الدوله الجزائريه لانها هي اللي قادره ترد على عمل كما هذا، والرد راح يكون، لانه الجزائر اليوم تخطات عن
يعني فاتت مرحلة أنها تدافع. اليوم الجزائر تهاجم مباشرة في المخزن. اليوم مكتب الريف اللي فتح في الجزائر هو هجوم مباشر على المخزن، فهمت؟ ما بقيناش احنا ردة الفعل والفعل، اليوم الفعل المباشر، واللي ما في يعني اللي بغيتوها ديروها المغاربة، احنا اوني ديريكت مانو يا با هذه ما بقاتش هذيك الشعبين والعلاقات، ولانه اليوم تاكدنا انه هذه العائله الملكيه هي عائله صهيونيه بامتياز، عائله صهيونيه لبست العبايه تاع الاسلام ودخلت في شمال افريقيا وتحملناها. يوسف تفضل. نشوفوا علي رضا هذا معنا، اسمح لي على مقاطعتك. علي رضا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تميارة انا اختلف معك. تفضل. بدي واحد جوج كلمات انا نقولهم الا كان ممكن. تفضل. اولا عرفنا براسك العزيز، عرفنا براسك. انا مغربي. تفضل. وانا مع مغربيه الصحراء. باش انا جايك نمشي. اولا بعدا دابا غير بلاتي. ولا الدليل. انا جايك. اولا دائما الخطاب العدواني هو تعبير على هو تعبير على الترابط. جيب لنا الدليل. انا جايك امتى غتجيب لنا الدليل؟ دغيا ما تزربش بحال ذاك رضا الليلي، خصك غير تزرب حيت باش تسكت بنادم. انا بكم ما فيها والو. بيداوي خاويين صاحبي، داوي خاوي، حنا كنعرفوكم. خليني انا داوي خاوي. انا كنعرف المروكي نعرفو وكنت اكاديمي ورد عليا. الا كان هذاك المغربي اللي كنتكلم هذاك اذا ما عندك لا دليل لا والو. اذا داوي عندي الا سمعتي الا قدرتي تسمع. يلا قلنا هذا الدليل القانون. سمعوا لا بد من مقدمات. يا اخوان هذه المقدمات. المقدمه قلت لك ان الخطاب العدواني ديالك هو تعبير على الاضطراب النفسي ديالك، وان القضيه ديالك تعاني الهشاشه. هذاك الشيء علاش كتقضي ما كيسمى بالمغربيه الغفاله. هذاك المغربي اللي قلتي له انت عبيد، اذا كان هو عبيد واستعمرك بالمفهوم ديالك انت، اذا انت عبيد من الدرجه العاشره. مادام هو عبيد والدوله ديالو استعمراتك، اذا انت عبيد 10 المرات. وانت ما قدرتي دير والو 50 عام. هذه نقدر انا نقول لك الدليل اسيدي بالقوه. انا غلبتك. انا اؤمن بالقوه. القوه هي اللي لي جون سون ترو بوف كوبيوزمون. انت كتعجبك لونجلي والفرونسي، نهضر معاك هاد لي لونغات. لي جون سون ترو بوف كوبيوزمون دوبوي لا نوي دو طون. دوبوي توجور لا نوي دي طون سي توجور لا نوي. ما عمرك العصا. يلاه شنو تقدر دير انت والجزائر؟ بسم الله. هذا هو الدليل عندك ياك؟ ما عندك دليل. بالنسبه لهذاك بالنسبه لهذاك ما عندك دليل. بلاتي بالنسبه للاخ الجزائري اللي قال لك بانه ما تهزم، ما تقدرش تهزم. هذا في الجزائر ما قدرتيش. يا اخوان انا كنتكلم على الموديراتور. يا الاخوان يا الموديراتور، الله يطول اعماركم، الله يجازيكم بالخير. هذا السيد جاهل وخلوه يمرر جهله. انا ماني رد عليه، خلوه يتكلم. جاهل هذا نموذج للمروكي العبد. خلوه يتكلم وانا ماني راد بنقول له عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. انا سولته عندك دليل معنا؟ اذا كنت يقول كلمات وغادي يمشي، غادي يفوز على راسه، غادي يمرض يعني كل المكبوتات النفسيه عنده. وخلوه لانه هو اللي مريض، هو اللي يعاني. خلوه يتكلم. يلا كمل كلامك زيد. اذا كنت انا راعيه وكنت انا لا يستشيرني الملك في القرارات ما يخص الصحراء. اذا الدليل ما عندك. واش الدليل عندك ولا لا؟ انا الدليل هو العصا. انا غالبك القوه. يلا صافي يلا هبط. كاين السياسه، كاين القانون الدولي، كاين الكونفونسيون، وكاين القوه. كتبوا بان المغاربه اللي كيناقشوا اكاديميا ما كاين والو. يلا نقز. هذيك الدوله اللي انت معتمد عليها قول لها تجي تدخل. يلا صافي يلا هبط. وغندير محاضره الجزائري. يلا هبط باش دير محاضره. هبط بطل غادي يهبطوكم. شنو؟ طيب هبط تصدعنا في راسنا. جاهل هذا. احنا عندنا الاساتذه هنا وعندنا المحترمين. اي عندنا اكسيل وعندنا كوستانتين وعندنا عندنا الاخ رفيقي محمد مولود ورئيس الامه وصحراوي حر. طالب عمر مرحبتي بك، يا اهلا وسهلا بك. ميارة عندك بزاف ناس حابين يطلعوا، ربما نخلي لك مكان. يلا خلي لي مكان ولي بك كريم، ربي يحفظك. اوكي. ايا بارك الله فيك محمد. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك. مرحبتي بكم وسهلا. اخ طالب عمر تفضل.
مرحبا بكم وسهلا، تحياتي لكم وتحياتي لكل الصحراويين الأحرار الذين يدافعون عن وطنهم وعن أرضهم، وهذا هو المطلوب. أنا ما تعرفني غير قد يعود واحدين من رجلي يعرفوني. المهم أنا والله اللي يقيضني ياسر من ذو المغاربة اللي يطلعوا يقول لك كيف هذا اللي دريك يطلع، قال لك نقبضكم بالقوة. والله يقول له لا تكذب، والله لا تكذب، والله لا تكذب، وراني قاعد مودي في نقر العيون، والله لا تكذب صغير أم اللي نقولها له، والله لا تكذب عنك تقبضنا بالقوة. وهذه جربتوها كم عادلكم؟ جولت أسبوع لحدكم في منين؟ جولت أسبوع لحدكم في كذا 40 سنة وما زالت تلوحكم في أكثر من ذاك. شفت هذا المغاربة اللي نحن عشنا بهم، عشنا معهوسين على روسنا، مقعدين على روسنا هون، يعني بينهم عنهم هم القوة وعنهم قابضين بالقوة، ما يقدروا يقبضون بالقوة. وهذه يعرفوها هم ولا يتأكدوا منها، ولا يتأكدون. نقول لهم كلام نرى نقول لهم في نقر المدن اللي قابضينها هم، قابضينها من عند قابضينها بالمخازنيه وبالبوليس، وما تمرقوا على الشارع، ما بقوا يطلعوا معك ويقضوا. لا نقولوها اعلانيه، ولا انا خايفين منهم، والله ما انا خايفين منهم، نقولوها اعلانيه جهارا نهار. الصحراويين مهما كلفنا من ثمن ويعملهم يكترونا، لا يقولوا عنها ارضنا إن، وما يقد ينزعنا فيها حد، وما يقد يتكلم لا باسم حد. ومنين نعودوا له نعطوها لحد، نعطوها الروسنا هي الاولى، بس لا يتكلم لا يرصف حد ويتبارك معه يقول عندنا خلاص وفينا منها، وتعدنا نتكلموا مع الجزائريين حدهم داعمين الصحراويين باش يرجعوا لبلدهم ويقبضوا بلدهم. ما هم اللي يتكلموا بسمية الصحراويين وهذا يعرفوهم هم. والترصاف على نوش حمدة يتم نواس بكرة هذا هو قاعد في لحية شيباني، هذاك نوش حمدة لا يقبضنا نحن حد، ولا أنا قابضين نحن صحراويين، نحن هم أهل البلد، ونحن هم اللي نقولوا فيه اللي بغينا.